أكد نادي يوفنتوس رسميا أنه ضم الظهير البرازيلي دانيلو قادما من مانشستر سيتي. ووقع النادي الإيطالي عقدا مع دانيلو حتى عام 2024 في صفقة تبادل مع النادي الإنجليزي ستشهد تحول جواو كانسيلو إلى تشكيلة بيب غوارديولا. وكان عدد من جماهير يوفنتوس حرص على توثيق لحظات وصول دانيلو إلى مقر النادي والتقاط الصور التذكارية معه والحصول على توقيعه. بدوره أعلن بطل إنجلترا مانشستر سيتي ضم الظهير الدولي البرتغالي جواو كانسيلو قادما من يوفنتوس. عقد سيتيزنز مع كانسيلو سيبقيه في ملعب الاتحاد حتى صيف 2025 ليلتحق بالإسبانيين أنخيلينو ورودري في ثالث تعاقد هذا الصيف للمدرب بيب غوارديولا. أكدت تقارير صحفية إنجليزية أن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا بات قريبا من الانتقال من يوفنتوس إلى توتنهام هوتسبير. وبحسب يومية ديلي ميل الإنجليزية فإن توتنهام مستعد لدفع 77 مليون دولار أمريكي للظفر بخدمات ديبالا. وكان ديبالا قد عاد لتورينو ليبدأ التمارين مع فريقه يوفنتوس بعدما رجحت تقارير رغبته في الانتقال. كان مانشستر يونايتد قد أعرب عن اهتمامه بضم المهاجم الدولي الأرجنتيني، لكن المطالب المادية للاعب حالت دون انتقاله للشياطين الحمر يدخل السبيرز الآن على خط المفاوضات. رفض نادي أرسنال عرضا من نظيره إيفرتون للتعاقد مع لاعب الوسط أليكس إيوبي. وبحسب وسائل إعلام بريطانية فإن قيمة العرض المقدم فاقت 35 مليون دولار، لكن أرسنال يطلب زيادة المبلغ بأكثر من 10 ملايين دولار إضافية من أجل الاستغناء عن لاعبه الدولي النيجيري. وأضافت تقارير أن إيفرتون سيحاول تحسين العرض المقدم، خاصة أن فكرة الانتقال تغري إيوبي الذي سيحصل على المزيد من فرص اللعب بشكل أساسي، وهو ما لا يتوفر عليه كثيرا مع الجانرز. بدأ المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو إضرابا بالغياب عن تدريبات فريقه مانشستر يونايتد دون إذن، وتدرب اللاعب خلال الأيام السابقة مع فريقه أندرلخت، كما غاب عن كل رحلات الفريق الإعدادية للموسم الجديد. وذكرت الأنباء أن تصرف لوكاكو جاء من أجل الضغط على إدارة الشياطين الحمر للموافقة على انتقاله إلى يوفنتوس أو إنتر. وقررت إدارة مانشستر يونايتد فرض غرامة مالية على لوكاكو بسبب غيابه غير المبرر عن التدريبات. قدم ويلفريد زاها طلب انتقالا لإدارة ناديه كريستال بالاس. وجاء تصرف ويلفريد زاها بعد رفض إدارة النادي اللندني عرضا من إيفرتون بقيمة 85 مليون دولار، بالإضافة إلى اللاعبين جينك توسن وجيمس ماكارتي. وارتبط اسم زاها كثيرا بنادي أرسنال خلال موسم الانتقالات الحالي، لكن الجانرز فضلوا التعاقد مع مواطنه نيكولا بيبي. ويبحث كريستال بالاس عن عرض يناهز 100 مليون دولار للاستغناء عن الدولي الإيفواري زاها. مدد نادي أياكس عقد مهاجمه ديفيد نيريس حتى عام 2023. وكان العقد القديم للاعب الدولي البرازيلي ينتهي في يونيو لعام 2022، أي أن التمديد الجديد يستمر لعام إضافي. ويأتي هذا التمديد مكافأة لنيريس الذي تألق بشكل لافت مع بطل الدوري الهولندي منذ انضمامه إليه. كان نيريس انضم إلى أياكس أمستردام خلال فترة الانتقالات الشتوية لعام 2017 قادما من ساو باولو، ومنذ ذلك الوقت خاض مع الفريق 100 ومباراة واحدة رسميا وسجل 29 هدفا، كما أصبح لاعبا دوليا وكان أحد أعضاء المنتخب البرازيلي المتوج بلقب كوبا أمريكا صيف العام الحالي. في مقابلة حصرية مع بي إن سبورتس برر الأرجنتيني ماوريتسيو بوتشيتينو مدرب توتنهام انعزاله